طلع بسبب إن هو فاكر عشان بيتمرّن كويس وبيعمل مجهود جامد في التمرين، فده اللي يأهّله إن هو يلعب في الماتشات. المشكلة مش هنا، المشكلة إن الماتشات ليها أجواء تانية خالص بتفرق ما بين اللاعب الأساسي واللاعب الاحتياطي. اللاعب الأساسي ده بيبقى عنده شخصية في الملعب، بيبقى ملتزم بتعليمات المدرب وفي نفس الوقت بيبقى ليه التركاية بتاعته الشخصية اللي في الملعب. ممكن يبقى المدرب شايف إن الوقت ده وقت التمرير وهو شايف إن ده وقت التصويب، فممكن يصوّب والكرة تيجي جون. الماتشات الأساسية بيبقى ليها جو تاني خالص، بيبقى في جمهور، بيبقى في حكم، بيبقى في شدة أعصاب، بيبقى في محاضرة في الdressing room، فبالتالي إن اللعيب الأساسي هو اللعيب اللي بيبقى مسيطر على نفسه في الحاجات دي كلها في وقت الماتش، ما بيتأثّرش خالص بالناس المحيطة بيه. رقم 3 أهم حاجة في اللاعب الأساسي أخْد القرار المناسب في التوقيت المناسب. يعني في مواقف في الماتشات أنت بتبقى محتاج فيها تصوّب، بس مش بتيجي لك الفرصة 100%، فبأقل الفرص أنت بتحاول تصوّب أو بتحاول تطلّع الكرة أوي، أوقات بتحتاج فيها تصوّب من أقل الفرص، مش لازم إن أنا أبقى موجود قدّامي موقف نموذجي عشان أقدر أصوّب، لأ من أقل الفرص ممكن أصوّب. في وقت بابقى محتاج فيه إن أنا أطلّع الكرة out، في وقت بابقى محتاج أطلّع فيه corner. ده التوقيت المناسب والقرار المناسب بيرجع للعيب، فده اللي بيميّز لعيب عن لعيب تاني. قُل لي إيه أكتر حاجة مخلّياك حاسس إن أنت لعيب احتياطي ونِفْسك تبقى أساسي؟